السلام عليكم. رتبي توفيق، أستاذ الدراسات البحرية، مكون مركز التأهيل المهني البحري شعبة الصيد. طبعا احنا اليوم كنتواجدوا في هذا ملتقى الطالب اللي هو كيتسمى بكوريم. هو عبارة على ملتقى سنوي كيدار بخصوص السكينة في التعريف بالمجال ديال التكوين البحري في المنطقة طبعا، وعلى الصعيد المغربي والآفاق المستقبلية. طبعا كيف ما كتشوفوا هنا بعد كنعرضوا بعض الحويجات اللي كنقدروا نشرحوهم الساكنة والناس اللي بتتعرف على هذه المهنة، وطريقة التدرج في هذه المهنة، لأننا كنتدرجوا من السلك المتوسط إلى الأعلى في هذا المضمار اللي هو الصيد البحري، اللي هي الآفاق المستقبلية ديالها. وكنحاولوا نحبوا الناس، نحببوهم في هذه المهنة اللي هي مهنة شريفة ومن الركائز ديال الاقتصاد المغربي، واللي كننافسوا بها الدول الأوروبية في المجال. لأن هو كنتكلموا على واحد القطاع اللي هو قطاع منتج، ماشي واحد القطاع اللي هو ذاك، فهو قطاع منتج. وطبعا كيتطلب واحد الحنكة والكفاءة من المتدربين كيف ما كتشوفوهم. وهذو طبعا اللي ولجوا المؤسسة هم واحد الفئة اللي مرت على واحد المراحل هي اللي كنشرحوا فيها هنا. كتمر على مباراة، كتمر على تكوينات تدريبية اللي هي مدة سنتين، كنشرحوا باقي التكوينات الأخرى، تكوين بالتدرج بالتمرس إلى آخره، والآفاق المستقبلية وكيفاش كتقدر تكمل التكوين في هذا المجال. وهذاك الشيء علاش حنا هنايا، وهذا واجبنا. وكنتمناو ان من مدينه الداخله الحبيبه علينا كنوجهوا تحيه لكل المغاربه ان يحتفظوا على هذا الارث اللي هو مجال ديال الصيد البحري، اللي هو ارث ديالنا، ونحافظوا على الثروه السمكيه طبقا لمخططات ديال اليوتيس. المخطط ديال اليوتيس اللي هو عباره على سقف او مظله على هاد المضمار ديال الصيد البحري بصفه عامه. كنشكر كل من ساهم في هذا الملتقى، وكنتمنى اننا نعاودوا نزيدوا بهذه التكوينات البحريه الى الامام. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتاوي علي، مدير دراسات مركز التأهيل المهني البحري وخريج المعهد العالي للصيد البحري. احنا كنمثلوا المعهد العالي للصيد البحري في هذا الملتقى التوجيه الداخله لاول مره للحضور ديالو، وهنا باش الابراز وتبيين للتلاميذ الشعب وكيفيه الولوج للمعهد العالي للصيد البحري، الاجازات المهنيه اللي كاينه، وبالنسبه حتى للماستر اللي كيتواجدوا هنا. كاين كما كتشوفوا كتلاحظوا كاين اقبال على هذا الستوند بكثره من طرف الطلبه، وكاينين الاخوان الخريجين المتدربين اللي جايين من اكادير كيجاوبوا على التساؤلات ديال التلاميذ. وكما كتعرفوا بان الجهه مقبله، وحتى الاقتصاد ديالها كيعتمد كثير على الصيد البحري، وكاينين بحال الميناء الاطلسي جديد، وكاينين لان الجهه محتاجه الطاقات والخريجين اللي يكونوا من المنطقه لتلبيه حاجيات سوق الشغل. والحمد لله المعهد العالي ابان على الكفاءات عاليه اللي كنشوفوهم اطور لا في المراكب الصيد، لا في الادارات العموميه او شبه عموميه ولا الشركات. وهذا المجهودات اللي كنشكرهم من هذا المنبر، المجهودات ديال الاطور والدكاتره والموظفين والطاقم كامل ديال المعهد العالي للصيد البحري على راسهم السيد المدير. وشكرا. السلام عليكم. سلمى سفياني، خريجة المعهد العالي للصيد البحري بأكادير. اليوم احنا كنتواجدوا ملتقى التوجيه بمدينة الدخلة اللي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدخلة وادي الذهب. اليوم احنا كنمثلوا المعهد العالي للصيد البحري بأكادير، كنحاولوا نعرفوا تلاميذ على الآفاق وعلى المجال بصفة عامة، على الآفاق، على المعهد شنو كيتيح ليك من بعد هذا الدبلوم اللي كتاخذ. باغ اكزومبل الآفاق اللي فيه ولا الشعاب اللي كنقدو اننا
خلال ذاك الموسم الدراسي، بحال مثلا تريتمون اي فالوريزاسيون دي برودوي دو لا بيش، لا فيليير ديال البيش، وفيليير ديال ماشين ولا لا ميكانيك، اي فيليير ديال لاكواكولتور.